الجهويين والإقليميين اللي حاضرين معنا، أطر كتابة الدولة ودار مؤسسة دار الصانع، وكذلك جميع التسهيلات اللي وفرها لنا باش نشتغلوا ونكون هذا الكتاب يدوز من. Voilà, je crois que l'essentiel a été dit par Monsieur le Ministre et beaucoup. اليوم هذه الحرفة ديال الحيلي عندنا ليها musée dans un livre et de pouvoir le mettre à la portée de chaque Marocain. إذن اليوم هذا الحفل ديال الإعلان على كتاب مهم جدا اللي غادي يأرخ الحيلية الوطنية المغربية اللي كتواجد بالمتحف ديال الولاية اليوم. هذه المبادرة اللي هي نتاج شراكة بين كتابة الدولة وبين المؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة دار الصانع، الغاية منها باش نبينوا من خلال الثقافة، من خلال الكتاب، الأهمية ديال الموروث ديالنا، خاصة الحيلي. تنعرفوا الحيلي المغربية متميزة، تترمز للأصالة ديال بلادنا، وكترمز كذلك المكانة الكبيرة ديال المرأة في ثقافتنا وفي حضارتنا، وتترمز كذلك الفخامة ديال هذه الحضارة المغربية اللي تمتد لعشرات القرون. من خلال هذا الكتاب تنبينوا الأنواع ديال الحيلية المغربية، القصة ديال كل نوع من هذه الإنتاجات ديال الحيلي، وتنبينوا بأنه احنا بلاد اللي تتوفر على صناعة تقليدية ضاربة في جذور التاريخ وكذلك محافظ عليها. وهذا الدور ديال اللي كتلعبوا المؤسسة الوطنية للمتاحف مهم جدا، لأنك تصون هذا التراث وكتحافظ عليه للنقل للأجيال المقبلة. Je suis vraiment, d'abord je vous remercie toujours de nous aider, de nous soutenir. La Fondation nationale des musées s'est associée avec la Maison de l'Artisan pour mettre en avant et mettre à la disposition de chacun un livre qui montre la richesse et la variété de notre patrimoine à travers ce livre que chacun peut avoir chez lui. Quasiment on peut avoir un musée chez soi. Et donc je voudrais vous annoncer aussi que pour la nuit des musées, la Fondation nationale des musées s'est associée avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Enseignement supérieur pour mettre en avant les musées et faire en sorte que les enfants jeunes, très jeunes, peuvent se permettre d'aller dès maintenant prendre l'habitude d'aller dans les musées et découvrir la richesse et la variété de notre patrimoine. إذن جيت سعداء بهذه الشراكة الاستراتيجية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمؤسسة الوطنية للمتاحف ومؤسسة دار الصانع، اللي كتجي في إطار الجهودات اللي كنشتغلوا عليها للترويج وتعريف الصناعة التقليدية المغربية عموما، وهذا القطاع ديال الحيلي والمجوهرات خصوصا. إذا هذا الكتاب كيدخل في هذه الاستراتيجية هذه، ويمكننا أننا نرجعوا منذ آلاف سنين مضت على نرجعوا للتاريخ ديال هاد لافيليير في المغرب، كيفاش كانت كتستعملوا هذيك المجوهرات وذاك القطاع وكيفاش كتصنع مرورا بالقرون الى وصول الى الحاضر، وايضا نشوفوا فيها المستقبل ان شاء الله. وكتدخل في هذه الاستراتيجيه باش اننا نتمنوا هذا الموروث ونحافظوا عليه وندوزوه للجينيراسيون الجايه ان شاء الله.